اعمليها بقى لولادك وانسي خالص ان هم يتعبوا او يروحوا للدكتور. بجد قنبله من الفيتامينات. عايزه اقولك حاجه كده خطيره، سمي بالله وصلى على الرسول وتعالي نشوف طريقتنا على طول. بس قوليلي ايه رايك في الجمال ده. وكل ده اتعمل بشويه ايه؟ بشويه رمان، شويه جوافه وحاجات موجوده في البيت عندنا. ودلعيهم كده واعملوه لهم، وكمان هيقوي جهاز المناعه عندهم. في الاول هنسمي بالله ونصلي على الرسول ويلا نشوف طريقتنا على طول. اول حاجه كده هجيب رمان، طبعا الكميه اللي انت عايزاها. يعني انا هنا استخدمت 3 حبات من الرمان، ودي اسهل طريقه ممكن تفصصي بيها الرمان. هتشيلي الجزء الفوقاني وتبتدي ان انت تعمليه فتحات بالشكل ده كده، وتطلعي القلب بتاعه بكل سهوله. وبعد كده باي حاجه، انا عملت بايدي الهون، دبدبت كده عليها لحد ما نزل زي ما انتوا شايفين. ما بياخدش وقت خالص. عايزه اقولك بجد تحفه. وكمان تقدروا ان انتوا تستخدموا قشر الرمان ده في حاجات كتير. هبقى برضو انزل لكم افكار كتير عنه. هنبتدي بقى نفصص الرمان كله بالشكل ده كده. لو انتي بقى لسه مكمله معايا الفيديو، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول عشان كنا نكسب ثواب انا وانتوا. هنا انا هقشر الجوافه بالشكل ده كده، والقشر ده احنا مش هنرميه، احنا هنستخدمه. هقول لكم هنستخدمه في ايه دلوقتي. وهنطلع قلب الجوافه بالشكل ده كده، ودي اسهل طريقه تشيلي بيها قلب الجوافه، البذور يعني، عشان الولاد ما بيحبوهاش. بالشكل ده كده نخلص بقى برضو كمية الجواف. انا عايزة اقولك انا ما بحددلكيش كمية، يعني انا هنا هحط 5 جوافات، انتي ممكن تكتري ممكن تقللي. انا عايزة اقولك كتري على قد ما تقدري، لان والله تحفة هتعجبهم جدا. لو مش بياكلوا الجوافة ومش بيحبوا الرمان هياكلوها وهيطلبوها منك تاني. هنا كده خلاص خلصت. وايه معايا القشر بتاع الجوافه والقلب. هقول لكم هنعمل فيهم ايه، بس في الاول كده هنجيب الجوافه ونقطعها لمكعبات صغيره بالشكل ده كده. قطعيها زي ما انت عايزاها صغيره عايزاها كبيره براحتك. سيبلك بقى تطبيق حلو قوي بيجيب الافكار دي من عليه، هتلاقيه في اول كومنت تحت الفيديو، حملي عندك هتستفادي منه كتير، لانه خلاني اعمل حاجات كتير قوي لولادي من غير ما اشتري لهم حاجه من بره. هسيبهولكم في التعليقات تحت. هنا بقى جبت الرمان، حطيت عليه الجوافة وقلبتهم كده مع بعض وهركنهم على جنب. بعد كده هجيب شفشق الخلاط، هحط القلب بتاع الجوافة والقشر اللي انا قشرتها بيه. هنحط كوباية من اللبن، كوباية من المية، 3-4 معالق من السكر، كيس من الفانيليا، معلقتين كبار من الكريم شانتيه. هنضربهم كويس قوي، وبعد كده هنجيب مصفى ونصفيهم على الرمان اللي احنا عملناه. عايزه اقولك طعمها تحفه تحفه تحفه. وكمان يعني مش قادره اقولك فيها كل بقى الفيتامينات. طبعا الجوافه فيتامين سي، وطبعا الرمان غني جدا للناس اللي عندهم انيميا. عايزه اقولك كمان بينقي الجسم على فكره من السموم. الرمان خطير يا جماعه. وطبعا حطينا كمان اللبن، علينا التست وعلينا القيمه الغذائيه. عايزه اقولك طبقه زي ده كده تحفه تحفه. حطيت لهم شويه صوص كده من فوق علشان العيال تحب الحاجه، لان العين بتاكل قبل البق. ويا ريت تقولوا لي بقى ايه رايكم، وباي باي.